نبداو القصة ديالنا. هادي الشي اللي غادي نعاود لكم وقع لواحد خفونا سميتو رشيد. ماشي شحال هادي بزاف، يمكن شي 10 سنين دابا ولا اكثر شويه. رشيد كان خدام في واحد الشركة ديال التوزيع، وخدمته كانت كتفرض عليه يسافر بزاف بين المدن، خصوصا في المناطق اللي شويه خاويه وبعيده على العمران. كان عنده طوموبيل ديال الخدمه فانغو بيضاء كبيرة كيدور بها هو والسلعة ديالو. في واحد الوقيته كانت عنده شي خدمة في واحد الدوار صغير نواحي شي مدينة في جنوب المغرب بلا ما نذكرو سميتها. هاد الدوار كان شوية داخل على الطريق الوطنية، خاصك تضرب 21 كيلومتر تقريبا ديال البيست، طريق ديال التراب باش توصل ليه. رشيد ما عمرو مشى لديك البلاصة، عطاوه العنوان والكالة ديال الطريق وقالوا ليه الناس اللي تما راهم كيستناوك توصل لهم شي سلعة ضرورية. المهم شد راشد الطريق مع الصباح بكري، قضى شي غرض في مدينة قريبة، ومع ديك العشية شي الأربعة هكاك دخل في البيست اللي غادي تديه للدوار. الطريق كانت حالة كلها حجر وغبرة، والطوموبيل غادية غير بشوية. الجو بدا كيبرد والدنيا بدات كتظلم شوية بشوية، خصوصا ان ديك المنطقة جبلية وخاوية، ما كاين لا ديور لا بنادم، غير الخلا والجبال دايرين به. هو غادي وكيتصنت لشي كاسي ديال الشعبي باش يدوز الوقت، ومرة كيشوف المراية يشوف واش كاين شي حد موراه. والو، طريق خاوية تماما. دازت تقريبا واحد نص ساعة هو غادي في ديك البيست، والشمس بدات كتغرب والظلام بدا كيطيح مزيان. رشيد بدا كيحس بشويه ديال القلق، حيت مبقاش يعرف شحال بقى ليه باش يوصل، والتليفون ما فيهش الريزو باش يعيط يسول. في واحد اللحظه هو غادي بانت له واحد الحاجه غريبه على جنب الطريق، كانت بحال شي خيمه صغيره ولا شي كوخ مبني بالحجر والطين، وخارج منه واحد الدخان خفيف. استغرب رشيد حيث البلاصه خاليه تماما، وهاد الكوخ جا في واحد البلاصه مقطوعه وسط والو. قال مع راسو شكون هاد الناس اللي ساكنين هنا بوحدهم؟ فضلوا دفعوا باش ينقص السرعه ويشوف مزيان. قرب الطوموبيل بشويه وهو كيحاول يشوف شكون كاين تما. الضوء ديال الطوموبيل ضربوا في داك الكوخ، وديك الساعه بانت له واحد المراه كبيره في السن، لابسه شي حوايج قدام وبالين، ودايره واحد الشال كحل على راسها مغطي ليها نص وجهها. كانت جالسة قدام الكوخ حتى واحد العافية صغيرة شاهلة وكتشوف جهة الطوموبيل. رشيد حس بواحد القبضة في قلبه، والمنظر ديال ديك المرأة بوحدها في ديك الخلا وفي داك الوقت كان كيخلع. قال اللهم نبعد من هنا، وبغا يزيد في السرعة باش يكمل طريقه. هو كيديماري، ديك المرأة وقفات وبدات كتشير له بحال كتعيط له. هو تجاهلها وكمل طريقه، ولكن بقى كيشوف فيها في المراية ديال الجنب، بانت له باقا واقفة في بلاصتها وكتشوف وتابعه. حس بواحد الخلعة كتزيد وبدا كيزيد في السرعة، واخا الطريق ممساداش. قال مع راسو الله يستر، شنو هاد الشي؟ ضرب واحد 2 كيلومترات اخرى تقريبا والظلام طاح كحل، مبقى كيبان والو من غير داكشي اللي كيبينوه الضواو ديال الطوموبيل. ديك الساعة بدات كتسمع شي اصوات غريبه جايه من اللور ديال الفانغو، بحال شي حد كيضرب في الحديد. رشيد وقف الطوموبيل دغيا وبقى كيتصنت. الصوت مشى، قال يمكن غير شي حاجه طارت من الرويضه. عاود ديما وغير زاد واحد شويه والصوت رجع تاني. هاد المره كان قوي بحال شي تخبيط مقصود، طاخ طاخ طاخ. رشيد قلبو بدا كيضرب بالجهد، الخلعه شداتو ديال بصح، بقى غادي والصوت تابعو. مرة كيحبس ومرة كيرجع، بقى كيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
وكيحاول يركز في السواقة باش ما يخرجش على الطريق. وصل لواحد المنعرج صعيب، هو يدور المقود والضواو ديال الطوموبيل ضربوني شاف في جنب الطريق. تما تصدم رشيد وفرانا بالجهد حتى وقفت الطوموبيل وهي كتسلاق شوية. شاف نفس المرأة اللي شاف قبيلة حدا الكوخ واقفة ثانية على جنب الطريق، وهاد المرة كانت قريبة بزاف وكتشوفه نيشان، وجهها كان كله تجاعيد وعينها كانوا كيبانو بيضين في داك الظلام بحال الجمر طافي. رشيد بقى جامد في بلاصتو، ما قدر يتحرك ما قدر يهدر. كيفاش هاد المرأة وصلت لهنا بهاد السرعة؟ هو جاب الطوموبيل وهي وصلت قبل منه، وكيفاش عرفت فين غادي يوقف؟ الخوف سيطر عليه تماما، حسب رجليه فشلو عليه. ديك المرأة بقات واقفة كتشوفه، ما كتحرك ما كتهدر، غير واقفة وكتشوف. فجأة بدات كتقرب شوية جات الطوموبيل. رشيد فاق من الصدمة ورجع باللور بالزربة. هو كيدور الطوموبيل باش يهرب، الرويدة بقاو كيدورو في الخاوي فوق التراب والحجر وكيكلوكسوني بحال شي حماق. سمع ديك المرا بدات كتغوت بواحد الصوت ماشي عادي، صوت مبحوح وغليظ بحال ديال شي راجل، ولكن فيه واحد الحدة كتخلع. قدر رشيد يقلب الطوموبيل وهرب كيجري في ديك البيست، مبقاش كيشوف لا حجرة لا حفرة، همو الوحيد هو يبعد من ديك البلاصة. بقى غادي هو كيرجف وكيشوف المرايا ديال الوسط كل مرة، خايف لا تبان له تاني. بقى كيسوق تقريبا واحد ربع ساعة أخرى وهو على أعصابو حتى بان له الضواو ديال الدوار من بعيد. ملي قرب للدوار حس بواحد الراحة كبيرة بحال رجعت فيه الروح. دخل للدوار والناس كانوا كيتسناوه، شافو حالته حالة وجهه صفور وكله عرقان. سولوه مالو وما قدرش يعاود ليهم ديك الساعة، كان باقي مصدوم. غير حط ليهم السلعة ديالهم بالزاز وقال ليهم خاصو يرجع دابا، ما يقدرش يبات. حاولوا معاه يبات تما حيت الظلام والطريق خايبة، ولكن هو رفض. قال لهم عنده شي حاجة ضرورية في المدينة. ركب الطوموبيل هو كيترعد، وقبل ما يخرج من الدوار سول واحد الراجل كبير تما: الله يرحم الوالدين، واش كاين شي واحد ساكن في الطريق اللي جيت منها؟ شي مرا كبيرة بعتها في شي كوخ. داك الراجل الكبير شاف فيه شوفة غريبة وقال له: ولدي، ديك الطريق راها خالية مش حال هادي، ما كيسكن فيها لا انس لا جين، غير هو كاين واحد الكوخ قديم مهجور. كانوا كيقولوا لينا جدودنا باللي كانت ساكنة فيه واحد المرا سميتها عايشة البحرية، كانت معروفة بالسحر والشعوذة، وماتت تما في ظروف غامضة شحال هادي. الناس كيقولوا باللي روحها باقا كدور تما، ومرة كتبان للناس اللي دايزين بالليل، وخصوصا اللي فيهم الفضول ووقفوا حدا الكوخ ديالها. رشيد ملي سمع هاد الهضرة الدم جمد في عروقو، فهم باللي داكشي اللي شاف ماشي عادي، وديك المرا ما كانتش بنادم. شكر داك الراجل وهو كله كيترعد وديما راه الطوموبيل وخرج من الدوار. في طريق الرجعة رشيد موقفش نهائيا، بقى شاد الطريق وهو كيقرا القرآن وكيتعوذ من الشيطان، حاس بحال شي حد راكب معاه في الطوموبيل. كل مرة كيتلفت اللور بالزربة وما كيلقى والو. وصل للطريق الوطنية وكيحمد الله ويشكرو. ما عمر رشيد رجع لديك المنطقة، وحلف ما عمرو باقي يدخل شي طريق خاوية بوحدو بالليل. بقى داك المنظر ديال ديك المرا وداك الصوت ديالها محفورين ليه في راسو. كيقول باللي كل مرة كيفكر في داك النهار، كيحس بنفس الخلعة ونفس الرعدة. كيقول للناس: حذاري ثم حذاري من الفضول في البلايص الخاليين، خصوصا بالليل، لك راه ما كتعرفش شنو كتسناك تما. هذه هي القصة ديال رشيد، كيما عاودها هو لشي ناس قراب ليه وبقات كدور بين الناس. واش بصح كانت عايشة البحرية ولا شي حاجة أخرى الله أعلم. المهم هو أن رشيد شاف الموت بعينيه داك النهار وبقى عايش بديك الخلعة. نتمنى تكون القصة عجبتكم وشكرا.